مفيش حد هيصدق انها من غير بيض ولا حليب. دي احلى كيكه بجد، ممكن تجربوها. الناس اللي ما بتحبش البيض ومش متوفر عندها حليب، النهارده تقدري تعملي الكيكه بكل سهوله. احلى كيكه بجد. نبدا كده في طريقتنا على طول، بس يا ريت قبل ما نبدا ادعمونا كده بلايك حلو منكم. اول حاجه معانا الصينيه بندهنها كده بالزبده وبنعفرها بالدقيق، ودي مرحله مهمه جدا قبل ما نبدا في خليط الكيك. معايا كده في الخلاط كوبايه من السكر، هضيف كده عليها كوبايه من عصير البرتقال، وده برتقال جاهز، العلب اللي هي الجاهزه، ونص كوبايه من الزيت. ومعايا كده فانيليا برتقانه تدي لها نكهه حلوه قوي قوي، او فانيليا عاديه براحتك خالص. طبعا علشان احنا عايزين النهارده نعملها بطريقه اقتصاديه جدا، عايزينها من غير حليب ولا زبادي، تقدري تعمليها بكل سهوله. لو عندك دقيق في البيت وعندك ميه كمان تقدري تعمليها، يعني ممكن تضيفي فانيليا على ميه وكفايه خلاص، او اي نوع عصير انت بتحبيه. شايفين سهلتها لكم خالص. كده انا خفقت الخليط بتاعي كويس جدا، ودلوقتي هجهز كده معاكم المواد الجافه. انا بوريكم ان انا بستخدم نوع دقيق جميع الاستعمالات، حلو جدا جدا وبيفرق في الكيكه معانا. هنستخدم كده مع بعض النهارده كوبايتين ونص من الدقيق. ومرحله مهمه قوي قوي، لازم انخل الدقيق ده 3 مرات. بستخدم طبعا كيك شيف، نتيجته حلوه قوي قوي في الكيك، وبيفتح لون الكيكه معانا زي ما شفتوا كده معانا في البدايه، غير الكيس اللي هو الاخضر. ببدا انخل كده المواد الجافه كده مع بعضها، تمام. زي ما قلت لكم كوبايتين ونص من الدقيق. والوصفه دي انا مش بضيف فيها نشا، في مكون كده هنضيفه معانا في الاخر هيفرق جدا في الكيكه بتاعتنا. انا بنخلها هنا للمره الثانيه، بما ان الكيكه بتاعتنا ما فيش فيها بيض ولا فيها حليب، فلازم ندخل الدقيق كده معانا 3 مرات عشان يدينا هشاشه للكيك. دي كده زي ما قلت لكم المره الثانيه، وهبدا انخله كده للمره الثالثه. دي تفاصيل مهمه جدا حبيت اعملها كده قدامكم عشان تبقوا عارفين كل الخطوات. كده خلاص انا دخلته كده معايا 3 مرات. والخليط السائل احنا ضربناه كويس جدا لحد السكر ما داب معانا تماما، وهنضيفه كده على الخليط الدقيق ونبدا نقلب في اتجاه واحد بحيث الخليط يكون ناعم معانا، ما بياخدش وقت خالص. هتلاحظوا هنا في المرحله دي ان قوام الخليط كده معاكي تقيل، ما تقلقيش خالص. المكون اللي انا قلت لكم عليه هضيفه في النهايه هيخفف معانا دلوقتي خليط الكيك. المكون السري اللي هيفرق جدا في الكيكه دي اللي انا قلت لكم عليه هو الميه المغليه. ما تقلقوش خالص يا جماعه من الميه المغليه. الناس اللي ما جربتش كيكه الميه المغليه فاتك كتير قوي. عايزه اقول لكم دي احلى كيكه بجد، ممكن تجربوها. ضفت كده معايا نص كوبايه من الميه المغليه، وهنبدا نقلب بالشكل ده. هتلاحظوا ما شاء الله ان القوام ناعم جدا جدا، مفيش فيه اي تكتلات، وبيكون خفيف زي ما انتم شايفين كده. كده قوام الكيك ما شاء الله مظبوط جدا جدا، وزي ما انتم شايفين كده مفيش فيه اي تكتلات للدقيق. اخر خطوه بقى بنضيفها مع بعض هي الخل. الخل بيفتح لون الكيكه وبيحافظ على الكيكه بتاعتك، لو قعدت عندك يوم واتنين وتلاته مش بيجرى لها اي حاجه، وكمان بيفتح لون الكيك معانا. ضفت كده معايا معلقه كبيره من الخل. كده خلاص خليط الكيك بتاعنا جاهز تمام. هنبدا بقى نحطه في الصينيه بتاعتنا. الصينيه دي مقاسها 26. بضيف خليط الكيك زي ما انتم شايفين كده. في المرحله دي قبل ما بضيف خليط الكيك مباشره ببدا اشغل الفرن بتاعي، يعني ما بشغلوش من البدايه. الخطوه دي لما بتشغليه من البدايه بيسلق الكيكه معاك، بيبقى الفرن سخن جدا. لكن انا بشغله قبل ما احط الكيك في الصينيه. بديلها بس كده خبطه على رخامه وادخلها معايا الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. بتاخد حوالي 40 دقيقه، يعني انا من دقيقه 35 ببدا اشوف الكيك وبحط ايدي عليه. لو لقيت الكيكه بتاعتي ما شاء الله تحت ايديا حلوه ومتماسكه، خلاص يبقى هي كده تمام. لو لقيت الكيك لسه طري كده تحت ايديا، وخصوصا من المنتصف، دي اللي بتعرفي منها الكيكه استوت ولا لا. بستنى مثلا 5 دقايق واشوف الكيك تاني. اول ما بلاقيه بقى خد لون من الجناب ببدا افتح له الشوايه، وكده الكيك بيبقى جاهز معايا تمام. بستنى لما الكيكه بتاعتي تبرد خالص، وبعد كده ببدا اقطعها قدامكم. شايفين جمال الكيكه؟ الله اكبر، طالعه تحفه ولونها حلو قوي قوي. اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه ده لان انا استخدمت طبعا عصير برتقال وكمان فانيليا برتقال، فعطيت لها اللون اللي انتوا شايفينه ده. الكيكه ما شاء الله طالعه ولا غلطه، حلوه جدا جدا. طبعا زي ما انتوا عارفين البيض بقى غالي جدا والاسعار بقت عاليه نار. جربوا بقى الكيك من غير بيض وانا متاكده يعجبكم. وزي ما قلت لكم في البدايه، لو عايزين تستخدموا كمان ميه، يعني كمان مش عايزه عصير، براحتك خالص، هتكون حلوه قوي قوي مع كوبايه شاي الصبح بقى. مفيش احلى من كده. كيكه هشه وطعمها حلو جدا. ان شاء الله تجربوها، انا متاكده هتعجبكم قوي قوي. بكده وصفتي النهارده تكون خلصت. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموا الفيديو باللايك والشير عشان الوصفات بتاعتي توصل لكل الناس. اكون شاكره ليكم جدا جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه.